السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى السيد وزير العدل، أنا كسيفتي الاسم حمزة، اللقب باشا، مولود بصالح باي، جندي سابق في القوات الخاصة، أشتغل هنا كعون أمن. اليوم في الصباح لما كنت في أثناء تأدية المهام قامت موظفة بإهانتي وقالت لي أنت لا تعرفني من أنا. قامت باتصالات هاتفية واتصلت وجاء مسؤول وقام بإيقافي مباشرة بدون سبب. هنا البنك فيه كاميرات، أجهزة، كل شيء قانوني. كنطلب منكم تخدموا خدمتكم برك، هذا ما كان. لماذا تعرضت لهذا الشيء وأنا كنت في أثناء المهام ما درت حتى حاجة، ما تعديت عليها، ما درتها. قامت هي بالاعتداء علي لأني من شأن المواطنين. ما ذنبي أنا؟ ايش فعلت في الكاميرات؟ لماذا جاء مباشرة قام بإيقافي؟ أتمنى الشعب الجزائري كله 58 ولاية بارطاجيو هذا الفيديو، يلحق إلى رئاسة الجمهورية ويلحق كلش. أنا نهضر معكم من مكان العمل، مانيش نصور في العمل ولا نهضر معكم. قاموا بإيقافي مباشرة بعدما قامت هي بالاتصال، قالت لا تعرفني من أنا. ما فعلت وأنا كنت عامل هنا بالباب أشتغل مع الناس. شو ذنبي؟ وش درت أنا؟ يجي مسؤول من الصيف يقوم بإيقافي. لماذا؟ هذه الجزائر الجديدة تاعك الرئيس تبونا، اقسم لك بالله العظيم ما نسكت عليها. ونتمنى الشعب الجزائري كامل يبارطاجيها بان نحيو هذه حبل المعارف والعرف الزوالي التحقير والاهانه. مع العلم اني عندي ادله وعندي امور هاي مخزونه مساعد نقدمها للسلطات الامنيه باش تاخذوا الاجراءات على كلش. لماذا تم توقيفي الان؟